الفستان ده لونه مش حلو. عجيب. شعرك منحكش. عجيب. مناخيرك طويلة. عجيب. النبي اللي بنحتفل بمولده كان أعظم شخص استخدم الكلمة الطيبة. كان بيوزن الكلمة بالجرام علشان ما يجرحش إنسان ولا يكسر نفس حد قدامه. النبي كان بيراعي مشاعر الناس في أداء التفاصيل. لو اتعزم على أكل وما حبوش عمره ما كان بيقول الأكل ده وحش، كان ببساطة وبمنتهى الشياكة يقول يا عافي، كلمة راقية جدا، ما تردش الكريم وتطبطب على اللي طبخ. في يوم من الأيام أعرابي بسيط دخل المسجد وعمل فيه حمام. الصحابة قاموا عشان يضربوه ويزعقوا فيه، لكن النبي بهدوء شديد قال لهم سيبوه يكمل، وبعد كده طلب جرد المية ورش على المكان وفهموا بالراحة وبالكلمة الطيبة إن المكان ده للصلاة، مفيش ترهيب، مفيش إحراج، مفيش إهانة لكرامته. ولما كان بيشوف حد بيعمل حاجة غلط في المجتمع عمره ما يوقفه ويفضحه باسمه قدام الناس، كان بيقف على المنبر ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا، بيصلح الغلط وبيحفظ ماء الوجه للي غلط من غير ما يختلي المخطئ ولا يخليه فرجة. كلامه كله كان جبر خواطر وطبطبة على القلوب. سيدنا أنس بن مالك خدمه 10 سنين كاملين، بيقول إن ما حصلش مرة ولا قال لي فيها أف ولا أنت ليه عملت كده. تعالوا بقى نبص على حال أمتنا النهاردة. افتح موبايلك وبص على مجازر السلخ المجتمعي. التنمر وتدمير النفسيات بقى اسلوب حياة عادي جدا. بقينا بنستسهل ونجرح بعض باسم الصراحة، وبنسمي قلة الذوق وكسر الخواطر قصف جبهة. الشباب بتموت بعض في الكومنتات وبيفضحوا بعض عشان يلموا شوية لايكات. بقينا بنستمتع واحنا بنهد حياة إنسان بكلمة. أمة النبي اللي كان بيستحرم الكلمة الجارحة وكأنها سيف بقت أشرس أمة بتغتال بعضها بالكلام كل يوم.